الاهلي بيفوز بصعوبة على حرس الحدود 3-2، وربنا يستر على مباراة القمة يوم الاثنين الجاي. دفاعنا معرفش فيه ايه. اللي هم جم راحوا على المرمى بكورتين تلاتة جابوا جونين. الشوبير النهاردة الجون التاني ده مش شايف فيه، معرفش ازاي ما معرفش يطلعها. برغم اصلا ان برضو كان في غلطات دفاعيه كتير، بس اللاعبين المدافعين عندنا ياسين مرعي وياسر ابراهيم عملوا ماتش حلو بصراحه. بس معرفش المشكله بقى خط الوسط ولا ايه. ديانج كان النهارده مش شايف، مش موجود. مروان عطية هو اللي كان ماسك خط الوسط كله، هو اللي بيلعب لوحده. تحس ان ديانج لسه ما جاش، تحس ان هو كان نايم في الماتش. كمان اللعيبه اللي هي نزل طاهر اللي جاب جون في نفسه اصلا، وما عملش اي حاجه في الماتش غير انه جاب جون في نفسه وعمل الرفعه اللي هي بتاعت ضربه الجزاء، بس ما عملش حاجه غير كده. بصراحه لما نزل كمان عبد القادر عمل بصراحه شويه هجمات حلوه واداء حلو، كان بيباصي حلو قوي. فلو احمد عبد القادر بدأ يلعب مكان طاهر ده هيبقى احسن بكتير. كمان حسين الشحات لسه شوية برضو بيغلط كتير، بيأنن في الكورة شوية، فالمفروض يشوف يحصل ايه من اللعيبة الغريبة اللي كانت. اللعيبة دي مالها معرفش ايه اللي حصل لها، فأعتقد ممكن خلاص يمشوا من الأهلي. النهاردة بدأ التهديف للأهلي، جراتشار في الدقيقة 3 بهدف عالمي جابه في الدقيقة التالتة بصراحة من شوطة عالمية جابها جون. في الدقيقة 8 محمد حمدي زكي بيتعادل حرس الحدود من اسيست فوزي الحناوي، عملها له جامد حلو قوي. وخطأ من دفاع ما حسش ان هما كان في رابط ما بينهم ان هما يطلعوها، فالاتنين اعتمدوا على بعض فجاب الجون محمد حمدي زكي. بعد كده محمود تريزيجيه الجون من ضربة جزاء في الدقيقة 45. وبعد كده محمد طاهر بيجيب الجون في نفسه في الدقيقة 53. هو الجون الأول اتحسب لإسلام أبو سويلم ده مدافع حرس الحدود، بعد كده لا اتحسب، طلعت اتخبطت في طاهر فاتحسبت لطاهر. وطبعا قلت لكم ان غلط الجون التاني من اسمه احمد شوبير، مصطفى شوبير. اما في الدقيقه 79 جون من ياسر ابراهيم، تريزيجيه شاط الكوره خبطت في العارضه فجت في بطن ياسر ابراهيم، وبيحرز الهدف الثالث وبيفوز من الاهلي 3-2 في ماتش. ربنا يستر على القمه وهنشوف هيحصل ايه. وكده الاهلي بقى في المركز الرابع في الدوري بعد فوزه النهارده ب 12 نقطة. بس لسه في فرق ما لعبتش زي بيراميدز ماتش مؤجل، وفي فرق تانية ما لعبتش. وحرس الحدود فضل في المركز ال 13 ب 8 نقط، وده اللي حصل النهارده في ماتش الأهلي وحرس الحدود.